محمد البلتاجي منسوب إليه تصريح أن العمليات الجهادية في سيناء لن تتوقف حتى يرجع الدكتور محمد مرسي إلى سدة الحكم، يعني ما تعليقك؟ يعني فبركة مخابراتية إعلامية. أنا كان حد زيك بيسألني عن الأحداث في سيناء، فقلت بالحرف الواحد: ما يدور في سيناء لا علاقة لنا به من قريب ولا بعيد. الجميع يعلم أن الإخوان المسلمون لم ولن يستخدموا عنفا في يوم من الأيام، لكن الجميع يدرك أن حالة الغضب الموجودة في محافظات مصر الآن في سيناء وفي غير سيناء هي رد فعل لهذا الانقلاب العسكري، وبالتالي حينما يتوقف هذا الانقلاب العسكري مؤكد أن كل مظاهر الغضب في مصر في سيناء وفي غير سيناء. طبعا زي ما ممكن حضرتك لو انت تريد أن تضلل الرأي العام هتاخد تقطع النص الأولاني وتقول في سيناء وتترك باقي الكلام، وأنا أقول الغضب في سيناء وغير سيناء سيتوقف حينما يتوقف الانقلاب العسكري، ليس باعتبارنا الفاعلون له ولا علاقة لنا به، لكن هذا رد فعل طبيعي. State of emergency declared in Sinai. Can you control your supporters to prevent violence? نحن لسنا المتحكمين في الأرض، نحن لسنا المتحكمين في الأرض، نحن لسنا المتحكمين في الأرض، لكن هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع ورده إلى أهله وأن الرئيس يعود إلى سلطاته.